السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم آية ابراهيم ودي قناتي والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده القرص الطريه بمكونات موجوده في كل بيت. هقول لكم كمان ازاي نسويها في فرن البوتاجاز عشان تطلع معانا باللون الحلو ده. زي ما انتم شايفين اهي بقى طريه، وازاي كمان تفضل طريه معانا. تعالوا بس نشوف الطريقه، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. اول حاجه بقى معايا كده كوبايه من اللبن الدافي، ومعايا كمان معلقه كبيره من الخميره، وكمان معلقه كبيره من السكر. هبدا بقى كده ادوبهم مع بعض. فايدة بس الحركه دي ايه؟ اول حاجه ان انا اضمن ان الخميره نشطه معايا. تاني حاجه ان الحركه دي بتفرق جدا في نتيجه العجينه، بتخليها هشه معايا. تاني حاجه بقى معايا كده 3 كوبايات ونص من الدقيق، عايرتهم بمج الشاي العادي. معايا كمان رشه من الملح، معايا كمان معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين كبار من السكر، 3 معالق كبار من السمسم المحمص. ودي بقى رشة من الفانيليا. عايزة اقول لكم ان الفانيليا بتفرق جدا في ريحة وطعم القرص، يعني بتخلي طعمها مميز. ودي بقى تقليبة كده للمواد الجافة. هبدأ بقى كده انزل عليهم بنص كوباية سمنة على زيت، يعني ربع كوباية من السمنة ربع كوباية من الزيت. بالنسبة بس للسمنة طبعا كانت عندي طبعا يابسة شوية او جامدة، فسيحتها على النار. مش تسخن، لا، ان هي بس تبدأ ان هي تفك معايا، بحيث ان انا اظبط المقدار، بحيث ما اجيش احطها مثلا يابسة والمقدار يبوظ معايا. فلازم اسيحها على النار عشان اظبط المقدار. هبدأ بقى كده أبس الدقيق بالسمنة والزيت لحد ما أحس إن دي معايا عامل زي حبات الرمل. دي كمان معلقة من القشطة اللي هي وش اللبن. هبدأ بقى كده أنزل باللبن شوية بشوية، يعني شوية بشوية وأعجن، لأن ممكن جدا إن الدقيق ما ياخدش معايا اللبن كله. هبدأ بقى أعجن كده. دي كده العجينة بعد ما خمرت ساعة. بالنسبة بس المقطع العجين يعني سامحوني فيه لأن النور قطع فجأة، فطبعا ما عرفتش اصور لكم المقطع ده. كل بس اللي انا عملته ان انا لميت العجين بكوبايه الا ربع من، طبعا انا ضربت طبعا فيهم الخميره والسكر، وعجنت لمده 10 دقايق، طبعا مش 10 دقايق متواصله. طبعا يعني بعجن واريح ايدي شويه وارجع اعجن تاني، يعني بريح ايدي وبريح العجينه عشان العجينه تعمل عرق. بعد كده ببدا ان انا اسيب العجينه تريح لمده ساعه. زي ما انتم شايفين دي كده العجينة بعد ساعة. ببدأ بقى أقطعها لكور متساوية. ببدأ طبعا أقطع العجينة وأعمل الكورة ما بين إيدي بالشكل ده عشان أنعم العجينة. دي بقى كمية العجينة هي اللي طلعت. هبدأ بقى كده أغطيها بكيس تلاجة وكمان فوطة نضيفة. هسيبهم بقى كده يريحوا لمدة 10 دقايق. هجيب بقى صاج عندي وأحط معلقتين من الزيت وهبدأ أدهن الصاج. من العجين عندي بعد ما أريح بعد ما أريح 10 دقايق. هبدأ بقى احطهم كده في الصاج، بس احطهم بعيد عن بعض.
هبدأ بقى كده ابطط العجين بالشكل ده. طبعا بحطهم بعيد عن بعض عشان لما اجي ابططهم بيبدأ ان هو يفرد معايا، بحيث ما يكونوش لازقين في بعض. خلاص اهو بعد بقى مبططتهم بالشكل ده، هبدأ بقى اجيب كده ربع كوباية من اللبن، ولو اقل هيبقى تمام. يعني انا استخدمت من ربع الكوباية دي واتبقى معايا، فيعني لو يعني ممكن اوي يحتاجوا 3 معالق لبن. هبدأ بقى ادهن بقى وش القرص بالشكل ده. ايه فايدة بس اللبن؟ ان هو هيديني لون سريع للقرص. طب لو مش حابة اللبن ممكن تستبدليه مثلا بكوباية ربع كوباية من المية وعليها معلقة من السكر، تدوبيهم برضو وتبدأي تدهني وش القرص. بالنسبة بس للتسوية، انا سخنت الفرن كويس جدا، حطيت الشبكة مباشرة، وهحط القرص بتاعتي. اول ما تاخد لون من تحت القرص هبدأ ان انا اطفي الفرن وهشغل الشواية على الهادي. ده بقى القرص اهي اول ما طلعت. عايزة بس اقول لكم خدت معايا قد ايه في الفرن. اخدت معايا ربع ساعة، يعني في الفرن 10 دقايق والشواية 5 دقايق. اول طما ما بتطلع القرص ببدأ ان انا ارشها بمية واغطيها بفوطة عشان اضمن انها تفضل طرية معايا. ده بقى شكل القرص اهو. لو عايزة تحتفظي بيها طبعا عشان تفضل طبعا طرية، بعد ما تبرد تماما تحطيها في كيس تلاجة وتقفليها وتقفلي الكيس كويس. اتمنى طبعا ان الطريقة تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.